بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله تكونوا بألف صحة يا رب. اليوم راح نشارك معكم وصفة تاع بسبوسة منعشة بنينة بزاف، مقاديرها بسيطة، تحضروها في وقت قصير. بقاو معايا للأخير باش تعرفوا على المقادير وعلى كيفية تحضير هذه البسبوسة. نبداو أولا بالمقادير تاع الشربات اللي راح نشربوا بها هذه البسبوسة. هنا عندي كاس تاع سكر، الوزن تاع الكاس هو 220 مليلتر. حطيت كاس تاع سكر وكاس تاع ماء وعصير تاع 2 حبات ليمون. راح نزيد كميه من الماء على هذا العصير باش يولي عندي كاس تاع عصير وماء. كل كاس تاع سكر نحطوا له 2 كيسان تاع ماء، نحطوهم على نار تكون هادئه. بعد ما يبدا الماء يغلي نحسبوا 10 دقائق ونطفيو. هنا البسبوسه تاعي ما نحبهاش تكون مشربه بزاف. اللي تحب البسبوسه تكون مشربه بزاف تستعمل الكاس تاع 250 مليلتر. نخليو هذا الشربات فوق النار طيب. بعد ما طيب نطفيوها ونخليوها تبرد ونروح نشوفوا بقيه المقادير. نحتاجوا 3 حبات بيض بدرجه حراره المطبخ، نص كاس سكر، نص كاس زيت، ونص كاس حليب. كاس ونص دقيق يكون مويه، والدقيق دايما يبقى حسب النوعيه اللي متوفره عندكم. تقدروا تستعملوا حتى كاس زايد ربع الكاس اذا عاد الدقيق تاعكم يشرب. مبشور تاع 2 حبات ليمون اللي كنا عصرناهم في البدايه حطيناهم في الشربات. كيس خميره الحلويات وزن 10 غرام. لاغون تاع القارص اختياري. في غيسيبيون نحطو 3 حبات بيض، الكميه تاع السكر اللي هي نص كاس، المبشور تاع 2 حبات ليمون. نخلطوا جيدا هذه المكونات بالخلاط اليدوي حتى يذوب معنا السكر جيدا. بعدها نزيدوا بقيه المكونات اللي هي نص كاس تاع زيت. دايما مع الخلط المستمر كل ما نزيدوا مكون نخلطوا مليح باش هاد المكونات يندمجوا مع بعض. نزيدوا الكميه تاع الحليب اللي هي نص كاس. دايما الوزن تاع الكاس هو 220 مليلتر. بما انه هذا البسبوسه بذوق الليمون فضلت نزيد كميه قليله من عطر الليمون، لاغون تاع السيترون اختياري. تحبوا تحطوه، تحبوا تكتفيوا بالقشور تاع الليمون. المبشور تاع 2 حبات ليمون اللي كنا حطيناهم في الشربات. بعد ما نخلطوا هذه المكونات مليح نزيدوا الدقيق مع الكيس تاع خميرة الحلويات وزن 10 غرام كما راه موضح امامكم. نحاولوا ندخلوا هذا الدقيق باستعمال الفويي، الخلاط اليدوي، بهذه الطريقة اللي راه موضحة امامكم. طريقة جد سهلة في تحضير هذه البسبوسة والنتيجة راح تكون هايلة. راح تحصلوا على بسبوسة منعشة بنينة بزاف. العشاق الليمون هذا الوصفة ليكم. نجيبوا البلاطو اللي راح نطيبوا فيه هذا البسبوسة، ندهنوه بالزيت، نرشوه بالدقيق، نفرغوا فيه هذا الخليط. في هذه الأثناء نكونوا شعلنا الفرن نخليوه يسخن. نحطوا فيه هذا البلاطو تاع البسبوسة، نخليوها تطيب على الجويه في زوج حتى تكتسب اللون الأحمر. هذا السباتيول هاي الاستعمال تاعو سهل وما يخلي حتى حاجة في الغيسيبيون تاعكم. كانت جابتو لي صاحبتي من الجزائر، نقولها يعطيك الصحة. وراح نشارك معاكم حوايج أخرى ثاني جابتهم لي في نهاية الفيديو إن شاء الله. هنا بعد ما طابت البسبوسة تاعي راح نشربها بالشربات تكون باردة. البسبوسة سخونة والشربات باردة. نشربوها ونخليوها لبضع ساعات تشرب مليح هذا السيرو. بعدها نشوفوا طريقة التزيين. هنا عندي نص كاس غبرة الشونتي ونص كاس تاع ما يكون بارد. يستحسن تحطوا كاس تاع شونتي مع كاس بارد تاع ماء باش تتحصلوا على طبقة لاباس بها من الشونتي. انا ما كانش عندي كمية كبيرة من الشونتي فاستعملت نص كاس. نطلعوا الشونتي تاعنا بالخلاط الكهربائي. بعد ما تبرد البسبوسة مليح نحطوا الشونتي كطبقة ثانية لهذا البسبوسة. نمشيوها على كامل الوجه تاع هذا البسبوسة بهذه الطريقة اللي راه واضحة امامكم باستعمال سباتيول، ونحطوها في الثلاجة. نخليو هذه الطبقة تاع الشونتي تتماسك جيدا. بعدها نشوفوا كيفاه نكملوا نزينوا هذا البسبوسة. بعد ما تمسكت هذه الطبقة تاع الشونتي في الثلاجة زينتها بالكمية اللي كانت بقات لي من سوبر كريم بهذه الطريقة اللي راهي موضحة امامكم.
واللي ما عندهاش لا كريم شونتيي وهذا السوبر كريم تقدروا تزينوها بشرائح تاع الليمون والنوات كوكو. هنا ذوبت كميه قليله من الشوكولا بلون، حطيتها في هذا الكيس تاع الباروك. في الجزائر نحطوا فيهم الباروك في الاعراس. شكلت خطوط على السطح تاع هذا البسبوسه. كما تقدروا تشكلوا خطوط بلا كريم شونتيي اذا قعدت لكم منها كميه. حطوها في كيس وزينوا بها هذه البسبوسه. التزيين دائما يبقى اختياري على حسب الرغبه وعلى حسب الموجود في البيت. هذا هو الشكل اللي نتحصلوا عليه. نخليو هذه الطبقه تاع السوبر كريم تتماسك، بعدها نقسموا هذه البسبوسه ونقدموها لافراد العائله ولا للضياف. راح تعجبهم وراحين يستمتعوا بها. هنا قسمتها على شكل مربعات كبار. واللي عجبتها هذا الفيديو هذا الوصفه نقول لها ما تنسيش جمل الفيديو فضلا وليس امرا. واللي مش مشتركه في القناه نتمنى تدعمني باشتراك في القناه. فعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. هذا هو الشكل النهائي تاع الوصفه تاع نهار اليوم. بسبوسه بذوق الليمون، منعشه وبنينه، تزيين سهل وراقي. هنا قسمتها معكم باش تشوفوا الشكل النهائي. بسبوسه هايله، ننصحكم تجربوها وتستمتعوا بها. البنات بقاو معايا، مازال في الفيديو بقيه. راح نشارك معكم بعض الهدايا اللي جابتهم لي صاحبتي من الجزائر. كل ما نروحوا للجزائر نجيبوا هدايا لصحاباتنا ونشوفوا كل وحده وش خصها من منتجات جزائريه تحب تستعملهم. هذا هو الشكل النهائي تاع البسبوسه اللي حضرناها مع بعض. كما تبعتوا معايا مراحل جد سهله في تحضير هذا البسبوسه، والمقادير بسيطه موجوده في كل بيت. التزيين هايل والبنه مضمونه، ننصحكم تجربوا هذه الوصفه. نروحوا دوكا نشوفوا الحوايج اللي جابتهم لي صاحبتي من الجزائر. جابت لي هذا سباتيول هايل سهل الاستعمال وما يخليش الخليط تاعكم في الغيسيبيون. كاين ثاني هذا الليمون تاع لي سيجار، وهذا الزعفران كما راكم تلاحظوا. جابت لي ثاني هذا الكيسات على شكل مستطيل حوالي 35 حبه، وليمون هذا تاع لي سيجار 18 حبه. نقول لها يعطيك الصحه اختي وصديقتي وجارتي الجزائريه من ولايه المسيله. جابت لي لي لاغوم تاع الورد ولاغوم تاع الزبده، نستعملوها في الكاطو اللي نحضروه بالزيت. نحطوا كميه من هذا اللاغوم تاع الزبده راح تحصلوا على كاطو وكانه مخدوم بالزبده. لافاني وهذا الملمع اللي زينوا به الكاطو. حوايج هايلين، منتجات جزائريه تعودنا نستعملوهم. وصلنا لنهاية الفيديو، إن شاء الله تنال إعجابكم. خليوا لي آراءكم في التعليقات. إن شاء الله الفيديو الجاي تلقاكم في أحسن الأحوال. في أمان الله.